ازيكم يا حلوين؟ بيبدأ مسلسلنا النهاردة مع شينج اللي بيكون بيحب زميلته بالصف وبيعرض عليها انهم يرتبطوا وكمان يتجوزوا لما يكبروا، وبيفضل يغريها بتذاكر للسينما، وهي لما بتشوف التذاكر بتوافق وهو بيكون مبسوط جدا، ولكن البنت بتكون بتضحك عليه علشان تاخد التذاكر وتطلع مع ولد تاني اللي هو ما شاء الله يعني انتوا كده من السن ده فهتعملوا ايه لما تكبروا. المهم البنت بتسيبه وهو بيزعل جدا وبيقع على الارض. وقتها بيظهروا فتيات القوة، بس المرة دي يعني 5 ما شاء الله، وهما بيكونوا خوات شانج. ولما خواته بيشوفوه زعلان كده بيقرروا خلاص انهم يحموه من اي بنت ممكن انها تأذيه بالمستقبل. وعلى الكلام ده بيمر 15 سنة والشانج بيكون بالمدرسة الثانوية، ولكن ما بيكونش زي باقي الشباب لانه خواته ما بيدوهوش نص ساعة خصوصية بس. وخلينا بقى نتعرف على فتيات القوة دول. دي بقى ليلي بتكون اخته الصغيرة وكمان معاه بنفس الصف، ودي اخته التانية يانج بتكون بطلة بالرماية وكمان معاه بنفس المدرسة. اما بالنسبة للاخت التالتة فهي بتكون بون وبتكون مهندسة كمبيوتر وكمان بتخترق كاميرات المراقبة للمدرسة علشان تراقب شانك كل الوقت. والأخت الرابعة بتكون يان اللي كمان شغالة بالمدرسة بتاعته. أما بقى البيج بوس بالنسبة ليهم وهي أختهم جيني، أختهم الكبيرة العصبية اللي حرفيا الكل بيخاف منها. أما بالنسبة لأهلهم فبيكونوا انفصلوا زمان وسابوهم لوحدهم. وبيوم شينج بيكون خلاص وصل لآخره من تحكمات خواته بحياته، وبيحكي لصاحبه إنه خلاص هو ما بقاش قادر يستحملهم وهما بيطلعوا له من كل مكان وشايفينه طول الوقت. فبتيجي صاحبه فكرة، هو انه يخليه يلبس بدلة اختفاء علشان خواته ما يعرفوهوش ويهرب منهم ويتحرك زي ما هو عايز، ولكن بالغلط بيدخل غرفة البنات وهما بيخافوا جدا. ولكن بتظهر وقتها مينج وبتكون فتاة قوية بصراحة علشان تعرف مين المنحرف اللي بيدخل غرفة البنات بالوقت ده. ووقتها بتشوف شينج وهو بيحاول انه يفهمها، ولكن هي ما بتدلوش اي فرصة يتكلم وبتاخده بسرعة للإدارة. وهو بيكون اساسا خايف من اخته جيني انه يبرر لها ازاي الموقف ده. وبنفس الوقت اللي هو بيفكر فيه بيدخل الأستاذ عليهم وبيعرفهم على مينج الطالبة الجديدة، وبيفضل شينج يحاول انه يداري وشه منها. وبالبيت لما بيروح بيلاقي خواته تعبانين جدا فبيحمد ربنا انه جيني لسه ما عرفتش. وهما بياكلوا خواته بيقولوا لجيني على اللي حصل بالمدرسة، وقتها بتتحول تقعد تحقق معاه وهو بيفضل يحلف لها انه ما عملش اي حاجة، لحد ما جت اللحظة اللي خلاص قرر فيها انه يقول لهم انه اتخنق من تحكمهم الزيادة فيه، وقال لهم انه عايز يحب ويتحب وكمان يكون له حبيبة يوعدها. ومن كتر إصراره جين بتوافق، وإنه لازم البنت اللي يوعدها تكون فيها الشروط دي اللي فيها تقدر إنها تشبه خواته الخمسة، زي أولا إنه يكون عندها الحس بالمسؤولية وتكون واحدة ذكية وأنيقة وكمان محترفة رماية. وطبعا كل ده علشان يحس شينج بالعجز ويرجع تحت سيطرتهم. ولكن هو خلاص بيكون قرر انه ما يستسلمش ليهم. وتاني يوم بيكون عايز انه يوعد بنت مقابل مبلغ من الفلوس، ولكن صاحبه بيقول له ايه يا عم الهبل ده، فايه رأيك بمينج؟ ولكن شينج بيقول له انه مش كفاية سواد الوش اللي حصل معاها قبل كده، اكيد مش هتوافق. ولكن صاحبه بيقول له يا عم انا شفتها وهي بتساعد كل الطلاب حرفيا ومستعدة تدخل بمشاكل علشان تنقذ التانيين، واكيد لما تعرف قصتك هتساعدك. وصاحبه يقول له كمان خلاص يا عم سيب الموضوع ده عليا انا هقنعها. وفعلا بيروح يقعد معاها ويمدح بصاحبه كتير جدا، وبيفضل يقول لها انه ولكن مع الاسف هو عنده 5 خوات وهو الاخ الوحيد الصغير، علشان كده بيتنمروا عليه وما بيعاملوهوش كويس ابدا، لدرجة انهم هياخدوا الكلية بتاعته لاخته الكبيرة. وقتها هي بتستغرب وبتحزن جدا عليه، ولانها انسانة بتحب تساعد الكل بتحاول انها تقرب منه علشان تحميه من اخواته. ولكن فجأة بيبدأ صديق شينج انه يصرخ قدام كل المدرسة، وقتها كل الطلاب لاحظوا الصريخ ده علشان يطلع شينج بطل وينقذ مينج قدام كل المدرسة. ولكن الخطة بتفشل برضه، وبدل ما شينج يبان بطل قدامها بيكون عايز حد يساعده. ووقتها من الخضة بيوقع وبيروح المستشفى، ولما بيفوق بيلاقي مينج قدامه وبتعتني فيه على الرغم انه ما بانش بطل قدامها، وبتقوله انها حزنانة عليه وانه ما يخافش لانها هتنقذه من اخواته. وعلى سيرة اخواته في الوقت ده فهم بيدخلوا باللحظة دي وبيكونوا قلقانين جدا على شينج، ولكن طريقتهم بتكون عنيفة سيكا فبتفتكر انهم بيتنمروا عليه. ووقتها بتفتكر كلام صاحبه، ولكن باللحظة دي بتقرر خلاص انها تتدخل فيهم وتوقفهم عند حدهم. فبيسألوها يعني لا مؤاخذة انت مين حضرتك علشان تتدخلي فينا؟ فبتقول لهم انها حبيبة شينج، وكمان خلاص هم بدأوا يتوعدوا. وشينج بيتصدم بس برضه بيكون مبسوط انه اخيرا بقى عنده حبيبة. ولما بيروح البيت بتبدأ التحقيقات من اخواته ازاي عرفها وامتى ولو الموضوع ده صح، واسئلة كتيرة بيسألوها، ولكن هو بيفضل مبتسم كده وما بيجاوبش لحد ما جيني هي اللي بتبدأ تسأل. وطبعا لانه بيخاف
بيخاف منها فبيجاوب عادي جدا وبيقول فعلا احنا بنحب بعض وكمان كان حب من اول نظرة. وبعد كده بيبدأوا انهم يختبروها علشان يشوفوا اذا كانت مؤهلة ترتبط بولي العهد اخوهم ولا لا. والحمد لله مينج بتفشل بكل الاختبارات، وبرغم كده بتقول لهم مينج حتى لو خسرت اي تحدي فانا مستحيل اترك شينج تتنمروا عليه. فهم بيقولوا ايه الهبل ده، محدش بيتنمر على حد. ولكن باللحظة دي بيدخل شينج وبياخد مينج من عندهم، وبالوقت اللي كل المدرسة بتكون مجتمعة فيه في واحد مجهول بيرمي عليهم قنبلة، ولكن الحمد لله انه محدش بيتصاب. ويا ترى مين بيكون الشخص ده وعايز ايه؟ وبعد يوم متعب جدا لمينج بتروح تقعد على السطح هي وشينج وبيتكلموا وقتها، وبيعرف شينج انه مينج بتساعده علشان صاحبه كذب عليها وقال لها انه بيتعرض للتنمر من اخواته وانها عايزة تحميه منهم، وهو بيقرر انه يكمل الكذبة دي علشان تفضل معاه. وبالبيت بقى بتعرف جين انه مهما عملوا مش هيقدروا انهم يفرقوا شينج عنها ابدا، والظاهر كده انهم بجد بيحبوا بعض. وخاصة بعد ما مينج انقذت جيني من القنبلة بدأت انها تحبها وتستلطفها، ولانه جيني بدأت تحبها فاكيد باقي البنات كمان بدأوا يحبوها. وبعد ما شينج بياخد واخيرا موافقة اخواته على الارتباط بيبدأ هو ومينج انهم يطلعوا مع بعض، وعلاقتهم بتبدأ انها تقوى وبتبدأ تتحول من علاقة حب مزيفة لعلاقة حقيقية. وبيوم وهم طالعين مع بعض بيكونوا قاعدين على الشط وبتقرر واخيرا مينج انها تتكلم عن حياتها لشينج لانها فعلا بدأت تحبه وترتاح له، وبتقوله ان مامتها كانت ممرضة واتطوعت بافريقيا علشان تعالج الاطفال، ولكن اتعادت بمرض معين وماتت، وكانت مينج لسه طفلة. علشان كده مينج طلعت بتحب تساعد كل الناس اللي محتاجة انه حد يساعدها. وقتها شينج بيزعل جدا من كلامها وخاصة انه بيكذب عليها. قصتهم بدأت بكذبة وبيكون هيقول الحقيقة ولكن بيكذب كذبة تانية وبتكون اكبر من الاولى، وهو انه كمان يتيم رغم انه مش يتيم واهله سايبين بعض عادي، ولكن علشان يفضل يتكلم معاها ويفضلوا سهرانين مع بعض طول اليوم. وتاني يوم الصبح بيقرر شينج انه خلاص مفيش كذب بعد كده وانه هيقول الحقيقة لمينج، ولكن وهو بيتكلم مع الاسف صوت الموج بيكون عالي ومينج ما بتسمعش اي حاجة من كلامه، ولكن بتفتكر انه بيقول لها انه بيحبها فبتقول له كمان وانا بحبك. وكل المشاوير والحب والكلام اللي بين شينج ومينج كان في واحد من مدرستهم بيراقبهم وشايف كل حاجة. وتاني يوم بالمدرسة وهم بياكلوا واول ما بيفتحوا اللانش بوكس بينفجر بوش شينج وليلي، ومينج اول ما بتعرف بتروح بسرعة علشان تطمن على شينج، ولكن بتلاقي كل خواته حواليه علشان يطمنوا عليه ومهتمين جدا فيه وخايفين عليه. فوقتها بتفهم مينج ان كل اللي عاشته مع شينج كان كدبة، وبتروح وهو بيشوفها وبيلحقها علشان يفهمها، ولكن هي بترفض تسمع منه اي حاجة. وكمان بتلاحظ ان كل ما كانت قريبة من شينج واخوته بيكون في خطر على حياتهم ودايما بتحصل حاجة مش كويسة، وبيفضل شينج يحاول انه يتواصل معاها ولكن هي بتكون رافضة تماما اي تواصل معاه. وبعد اسبوع بتكون في عاصفة وشينج بيسمع على الاخبار وبيروح على المدرسة بسرعة علشان مينج فضلت بالمدرسة، ولما بيوصل بيلاقي مينج فعلا لسه بالمدرسة وبتحاول تنقذ زينة التخرج، وبيروح بسرعة علشان يساعدها ويتكلم معاها ولكن هي بتهرب منه. وبالوقت ده ما بيسمح لهاش انها تسيبه وبيحضنها، بس هي وقتها بتقوله انها هتنقل من المدرسة وهتسافر تكمل تعليمها بره. ومن كتر الحزن بيفضل مصدوم وقاعد تحت المطر لتاني يوم، وبيجي حد من وراه الصبح وهو بيفتكرها مينج رجعت علشان تتصالح معاه، ولكن بيكون الشخص اللي بيراقبهم هو اللي جه وراه وخدره وخطفه. وبالليل بتكون احتفالات التخرج بدأت، ولكن صاحب شينج بيبدأ انه يقلق عليه لانه لسه ما جاش وكمان ما بيردش على اتصالاته، وبيبدأ انه يدور عليه وبالاخر بيحددوا مكان شينج من موبايله. والصدمة بقى انه بيكون معاهم بنفس المكان ولكن ولا حد شافه، وفجأة بيظهر اللي خطفه وبيكون متنكر ورابط شينج بصاروخ الالعاب النارية وبيبدأ يهدد كل اللي موجودين. وخوات شينج بيسألوه انت بتعمل كده ليه وعايز ايه من شينج، والخاطف بيقول انه شينج اخد منه البنت الوحيدة اللي حبها وهي مينج، وكمان هي الوحيدة اللي حكت معاه وحسسته بقيمته، واساسا من كتر حبي لمينج نقلت معاها نفس المدرسة علشان اكون قريب منها واحميها، ولكن بسبب انها حبت شينج بطلت شايفاني فخلاص هو قرر انه ينتقم. وبتحاول مينج انها تهديه بالكلام ولكن هو بيكون مصمم على رأيه، ولكن طبعا لا خوف على شينج طالما فتيات القوة موجودين وبيقدروا انهم يفكوه وينقذوه من الخاطف. واخيرا بقى بيقدر شينج ومينج يكملوا علاقتهم بشكل طبيعي وبدون كذب وبيعيشوا بثبات ونبات، وان شاء الله بقى هيخلفوا صبيان وبنات. وبس كده بيكون خلص ملخصنا النهارده. ما تنسوش لو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.